بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ومرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. راح نديرو اليوم بسبوسة بالبرتقال. الحاجة الأولى اللي راح نبداو بها راح نديرو شربات اللي نعسل بها البسبوسة تاعي. هنا في هذا الشربات نديرو 2 كيسان ونص نتاع سكر. الكاس الثالث يكون ناقص واحد 2 دوا، هذاك مكان نديرو هنا. انا الحاجه الاولى اللي نحب اللون تاع الشربات تاعي يجي بشويه بصفوريه، على جال هذه اللي ندير هذاك السكر شويه فوق النار حتى ياخذ واحد اللون اصفر، ومن بعد نضيف عليه 4 كيسان ونص تاع الماء عادي، وندير ان ترونش تاع البرتقال ونخليها واحد 20 دقيقه حتى وين شويه تبدا تثقال. ما نحبهاش الشربات تكون خفيفه باش ما تجيش مشمخه البسبوسه، يعني نخليها حتى وين تثقال شويه، يعني 20 دقيقه حتى 25 دقيقه يكون راح تبدا تثقال. نطفي عليها ونخليها بتجي حتى تبرد تماما. بالنسبه للوصفه تاع البسبوسه بالبرتقال درتها انايا هنا ب4 حبات تاع بيض يكونوا بحراره الغرفه. نسكرفش حبه كبيره تاع برتقال، ندير القشور نتاعها وندير 4 حبات نتاع البيض تاعي. هكذا بما انه البسبوسه تاعي راهي راح تتعسل، هنا السكر ندير كاس نقص منه 2 دوا، هكذا باش ما تجيش حلوه بزاف. من الاحسن نقصوا السكر. ندير هذاك الكاس تاع السكر ناقص 2 دوا ونطلعو مليح بالباتور. بعدها نضيف كذلك زيت، كاس الزيت يكون ثاني ناقص 1 دوا، ونبدا نضيف فيه بالتدريج على هذاك البيض. من بعد هنا راح ندير نصف كاس نتاع، بالنسبه للسوائل راح ندير نص كاس تاع عصير البرتقال، ونضيف نص كاس واحد اخر نتاع الحليب. يعني هكذا السوائل كامل يرجعوا عندي كاس كامل، يعني نص يكون عصير برتقال ونص الاخر يكون حليب عادي. نضيفهم على هذا الخليط. نوريك عصير البرتقال. انا هنا خديت حبه كامله سكرفشتها وعصرتها، يعني درتها العصير تاعي، درت بها البسبوسه. جات البسبوسه هنا بريحه البرتقال روعه، خاصه كي تخليها دبات ليله كامله غدوه من داك تبداي تاكلي فيها، يعني تجي النكهه تاع البرتقال باينه فيها. نضيف هذاك الحليب ومن بعد نضيف نص كاس نتاع نوات كوكو. هنا نوات كوكو اختياري، اللي ما عندهاش نوات كوكو تقدر تستغنى عليه، بصح يعطيك نكهه بنينه. نوات كوكو مع البرتقال تعطي واحد النكهه رائعه في البسبوسه. ندير هنا 2 كيسان تاع سميد شيشه، يعني تكون متوسطه، ونضيف 2 خميره كيميائيه، نضيف ثاني 2 مغارف كبار نتاع الفارينه ونخلط مليح. هنا انا كانت بانت لي شويه مازالها خفيفه، زدت واحد 4 كاس نتاع الشيشه. انت الا كانت الشيشه تاعك شربت لك 2 كيسان تاع الشيشه تكفي. هنا ندهن الصنيوه تاعي بالزيت عادي ولا الزبده كيما حبيتي، وتكوني سخنتي الفرن تاعك مقبل على 180 درجه. ندير هذيك البسبوسه تاعي في الفرن طيب حتى تحمر مليح من التحت، وزيد نشعلها من الفوق ثاني تحمر. هنا بعد ما تحمر البسبوسه مليح نجي نشربها، تكون شربت بارده، نشربها مليح هكذا وهي سخونه عادي جدا.
هنا نسيي نقسمها باش يدخل مليح هذيك الشربات فيها. راح تشوفي هنا القوام تاع الشربات تاعي كيفاش جات. شوفي كيفاش القوام تاعها، يعني ماهوش خفيف، يعني ما نحبش الشربات تجي خفيفه، هذا متوسطه. نشربها مليح ونخليها ليله كامله. تحبي تقدري تقسميها بعد ساعتين، تقدري تقسميها عادي الا كنتي مزروبه، وزينيها بالتزيين اللي عندك. انا كان عندي نواه كوكو، زينتها بالنواه كوكو وبشويه برتقال هكذا من الفوق، وقطعتها بهذه الطريقه. انت تقدري تقطعيها كما حبيتي، يعني بالطريقه اللي حبيتي تقطعيها بها. راح نقسمها هنا معك، راح تشوفي كيفاش جات معسله حتى للقلب، وجات الارتفاع تاعها عالي. مام الذوق تاع البرتقال فيها واضح، لانه درنا كلش بالبرتقال. هاي لك النتيجه النهائيه تاع البسبوسه تاعنا تاع نهار اليوم. نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم هذه الوصفه وتجربوها. نتلاقاو ان شاء الله في وصفات اخرى. مع السلامه.